السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنأخذ اليوم الاتجاهات الصحيحة لحرف العين. حرف العين لابد أن نأخذه بهذه الطرق. أول طريقة أن نقول لطفلنا ضع دائرة، نصف دائرة على السطر، نصف دائرة، امشي امشي امشي، وقف على السطر، وقف على السطر. تاني، نصف دايرة على السطر. نكرر، نصف دايرة على السطر، لازم يقف على السطر. نصف دايرة على السطر، لازم نقف على السطر. الخطوة الثانية أن نقول له شرطة نائمة، شرطة نائمة، هكذا، شرطة نائمة، شرطة نائمة، ونكرر أكثر من مرة. الكراسة 9 أسطر، نكرر 9 مرات، ونأخذ بالطريقة الطولية هكذا. يبقى أول شيء نصف دائرة على السطر، نصف دائرة على السطر، نصف دائرة على السطر، ونحرص أن تكون الدائرة صغيرة. بعدها شرطة نايمة على السطر، شرطة نايمة على السطر، شرطة نايمة على السطر. بعدها ركزوا معي، نقف على السطر ونعمل فستان العين، فستان العين اللي هو نصف دايرة كبيرة تحت السطر، نصف دايرة كبيرة تحت السطر. نكرر، نقف على السطر ونعمل فستان العين، نصف دايرة كبيرة فوق تحت السطر، نصف دايرة كبيرة تحت السطر، ونقول حرف العين. هنا بعد ما عملنا نصف الدائرة الكبيرة تحت السطر نقول له نصف دائرة صغيرة فوق السطر، هكذا اهو. تاني، خد صغير فوق السطر، خد صغير على السطر. جميل. بعد هذه الاتجاهات مستحيل أن ينسى طفلك حرف العين أو الغين. نأخذ حرف العين بشكله المتطور وشكله الصحيح، خد صغير على السطر، نزل بفستان كبير تحت السطر. نكرر مرة أخرى، خد صغير على السطر، بطن كبيرة تحت السطر. بأي طريقة توصلي لطفلك، أهم حاجة توصليها لطفلك بطريقة صحيحة. خد صغير على السطر، انزل تحت السطر بخد كبير. خد صغير على السطر، خد كبير فوق تحت السطر. تاني، خد صغير على السطر، خد كبير تحت السطر. ده اسمه ايه يا حبيبي؟ عين. ها، ثانية، عين، عين. وخليه يكرر كتير. أراهنك إن ابنك ما شاء الله هيطلع حافظ حرف العين بطريقة رائعة. طيب، الخطوة الرابعة، خد صغير على السطر. دي بقى دي التمكين، لازم تعمليها بالطريقة دي. محدش يقول لي هديله العام على طول وخليه يكتبها كده، إياكي. ابنك البيبي كلاس 3.5 لازم تتعاملي معاه بالطرق دي، خطوة بخطوة، وتمشي معاه كده 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 بالطريقة الطولية. ما تعمليش كده ويرجع يعمل كده ويرجع كده، لا. أخلص ده الأول واحدة واحدة، أخلص ده، أخلص ده. تنظيمك وترتيبك في التأسيس أهم بكتير جدا جدا من توصيل المعلومة لابنك. يبقى خد صغير على السطر، واقف على السطر، نزل ببطن تحت السطر. خد صغير على السطر، واقف على السطر، نزل ببطن تحت السطر. أحسنتم. خد صغير على السطر، واقف على السطر، نزل ببطن تحت السطر. والله ابنك بيحفظ الطريقة ما شاء الله، بيحفظها، هو يبقى عارف يكتب انه يكتب ايه، يشتغل بالطريقة. تاني، خد صغنن فوق السطر، نازل بطن تحت السطر. هذا حرف العين. مثل ما نعمل في العين نعمل في الغين، يعني اللي عملناه في حرف العين هنعمله في حرف الغين. وركز يا جماعة جدا في نطق الحرف وفي صوته وفي طريقة كتابته. ابنك الطريقة الأولى هي اللي بتثبت في دماغه. طيب، احنا مشينا اهو، كتبنا أول حاجة دي خد صغير، شرطة نايمة. والناس هتقول لي ليه الشرطة النايمة دي؟ بعد كده هتحتاجها في حاجات كتير جدا جدا. يعني شرطة، خد صغير فوق السطر، خد صغير تحت السطر.
هنا عملنا العين، بس دي مش طريقة التمكين، دي طريقة عادية عشوائية. نيجي هنا طريقة الايه التمكين، وقرر هنا يا حبيبي ده حرف ايه، ها ده حرف ايه، ده حرف ايه، وهكذا. هتلاقي ابنك والله العظيم ما شاء الله ما شاء الله تحفة جدا في الاتجاهات الحروف. طيب جميل. احنا بقى عندنا اخطاء بنقع فيها، خلي بالكم وركزوا جدا، اياكي تقعي في الاخطاء دي. الاخطاء دي انا مش عايزاكي تقع فيها، لان انا باسسك صح، باسسك صح. وهتلاقي صفحتي على الفيسبوك مس اسس صح منها فيها كل ما يخص التاسيس من اول 3 ونص لحد 12 سنه، لحد 14 سنه. اول خطا ان احنا بنعمل عين ازاي، ابني ينزل بالبطن الصغنون يعملها لي كده، ويرجع بالبطن التاني يعملها كده، بتحصل والله. اقول له ده غلط، بطن صغيرة على السطر، بطن كبيرة تحت السطر. تمام. طب ايه الخطأ التاني يا مس ايمان؟ ان ابني يعمل لي العين كلها فوق السطر كده، اقول له استنى ما ينفعش، هذا خطأ كبير. نعمل خد صغير على السطر، انزل تحت السطر بالراحة وبمنتهى الهدوء. والامهات اللي بتتعصب، بالله عليك ما تتعصبي على ابنك ولا على بنتك، بالله عليك ده لسه ايدهم طرية. يعني بصي اعتبري نفسك بتكتبي بايدك الشمال، لو انت بتكتبي بايدك الشمال هتعرفي تكتبي؟ تأسيس ابنك كده برضو، انت بتأسسي ابنك يعني مرحلة مش سهلة، فانت بتكتبي هكتب بايدي الشمال اهو، سهل عليا والله ما سهل. طب تعالي نكتب كده، خد صغير على السطر، نازل تحت السطر اهو، يعني بحاول. فانت نفس الحوار مع ابنك، حاولي وبالراحة عليه، الله يسعدك، الله يكرمك يا رب، يصلح حالك. طيب ايه الخطأ اللي بنقع فيه برضو؟ ان احنا نعمل خد صغير على السطر عادي ماشي، ونيجي تحت كده نعمل خد صغنون كده. لا انا مش عايزه كده، انا عايزه افرقي بين الخد الصغنن ده والخد الكبير ده. الخطأ اللي احنا كلنا بنقع فيه، وياريت ما نقعش فيه، ده خاص بحرف الغين. اعمل خد صغير زي الفل اهو، وخد كبير زي الفل، واجي عند الغين اعمل له هنا. حبيب قلبي النقطه بتبقى فوق راسها بالظبط، فوق راسها بالظبط. اما تعمل لي يمين شمال لا، فوق راسها بالظبط. والعين زي الغين بالظبط، زي الغين بالظبط. اخر حاجه بقى، اتمنى انكم انتوا الفيديو يعجبكم وتكونوا استفدتوا. للامهات والمعلمات اللي عايز يكون معلم، ده باب رزق ليكي، اتفرجي على الفيديوهات دي واعملي زيها بالظبط. زي الناس سالتني كتير جدا يا مس اعمل ايه وعايزين كورس، اهو والله مش محتاجين كورس عشان ما اضيعش فلوسكم واضيع وقتكم، اهو اسمعوا ده هتبقى زي الفل. وتابعوني على الفيسبوك مس ايمان اسس صح، مستنياكم ان شاء الله. يا ريت بقى نعمل اللايك والشير والاشتراك في القناه، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد في عالم مس ايمان التاسيس. اي سؤال، اي معلومه، اي حاجه انتوا عايزينها انا معاكم، وان شاء الله هنزل لكم معلومات كتيره جدا وحروف كتيره جدا. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.